السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم. بعثة المنتخب الوطني الجزائري تواصل استعداداتها الجدية لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب من خلال خوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب زيمبابوي. المباراة المرتقبة ستقام يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية، بداية من 5:30 مساء بتوقيت الجزائر. المدرب فلاديمير بيتكوفيتش سيستغل هذا اللقاء لاختبار عدة أسماء جديدة ومنح الفرصة لوجوه شابة لإثبات قدراتها قبل دخول غمار كان المغرب. المنتخب الجزائري يسعى لتأكيد جاهزيته ضمن معسكر شهر نوفمبر، خصوصا بعد أن أوقعته القرعة في مجموعة قوية تضم السودان، غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو. أما بالنسبة للبث التلفزيوني، فالجماهير الجزائرية يمكنها متابعة المباراة مباشرة وبالمجان عبر القناة الجزائرية السادسة، القناة الجزائرية الأولى، وهما القناتان اللتان تعودنا دائما على نقلهما لمباريات الخضر سواء كانت رسمية أو ودية. والآن ننتقل إلى التشكيلة المتوقعة التي قد يبدأ بها بيتكوفيتش المباراة أمام زيمبابوي. في حراسة المرمى أليكسيس قاندوز، في الدفاع رفيق بلغالي، عيسى ماندي وجوان حجام وسمير شرقي. في وسط الميدان إبراهيم مازا، هشام بوداوي وحسام عوار. وفي الهجوم محمد الأمين عمورة ومنصف بكرار وأنيس حاج موسى. ما رأيكم أنتم يا عشاق الخضر؟ هل هذه التشكيلة قادرة على تقديم أداء قوي في كان 2025؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة لتصلكم كل جديد حول منتخبنا الوطني.